ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. زي ما شفتوا في اول الفيديو هنعمل القرنبيط المقرمش باللون الجميل، وكمان هيطلع معاكي مش شارب زيت خالص، والسر هقول لكم عليه في الفيديو، وهقول لكم ازاي كمان ميه السلق ما يكونش ليها ريحه خالص. انا جبت زهره القرنبيط، ولازم لما تيجي تشتري زهره القرنبيط ما يكونش فيها فراغات، تكون مقفله على بعض كده، وتكون بيضه قشطه زي ما انتم شايفين. وبتبتدي تجيبي السكينه وتشيلي الجذر اللي بيبقى تحت في القرنبيطه، بتشيليه بالسكينه عادي، ما بيكونش فيه اي مشكله. في الفيديو دوت هقولك ازاي القرنبيط ما بيشربش معاكي زيت خالص ويطلع معاكي مقرمش، وكمان ازاي اللون يطلع معاكي ذهبي وما يطلعش معاكي يعني اللون غامق، وازاي كمان ميه السلق تطلع معاكي ملهاش اي ريحه خالص لما تيجي تسلقي القرنبيط، لان ناس كتيره بتشكي ان ميه سلق القرنبيط بتبقى ريحتها مش حلوه. انا هنا بعد ما شلت الجذر بتاع القرنبيطه، ببتدي بقى اجيب القرنبيطه واقطع المقاس اللي انت بتحبيه، اي مقاس انت بتحبيه. يا ريت تجربوا الطريقه بتاعتي ديت وتقولوا لي بجد ايه رايكم، وما تحكموش على الحاجه غير لما تجربوها. واللي قلقان ان هو يجرب الحاجه يجربها في كميات قليله ويقول لي برضو النتيجه، لان فعلا القرنبيط بالطريقه بتاعتي هتعجبكم جدا. انا قطعتها قطع زي ما انتم شايفين، قطعتها المقاس اللي احنا بنحبه، انت قطعي المقاس اللي انت بتحبيه. يلا بينا بقى على البوتاجاز، جبنا حله وحطينا فيها شويه ميه، والميه غلت عشان ما تعملش معانا ريحه بقى. حطينا قرن فلفل حامي وفص ثوم قسمته نصين، ومعلقه صغيره من الكمون. هو دوت اللي هيخلي لك ميه السلق ملهاش ريحه خالص. انا ما حطيتش ملح هنا في السلق، لان هحط ملح لان هنحط ملح في الكفر اللي هنعمل بيه القرنبيط. بياخد قد ايه القرنبيط في الميه بعد ما بتغلي؟ يا دوبك بياخد 5 دقايق بعد ما تغلي الميه وتحط القرنبيط، بياخد 5 دقايق، ما تكتريش عن كده. بعد ما القرنبيط غلى 5 دقايق اهو في الميه، نبتدي نشيله ونحطه في المصفى جنبينا. ما تكتريش عن 5 دقايق، 5 دقايق حلو جدا عشان ما تتهريش معاكي القرنبيطه. الميه ملهاش ريحه خالص بسبب ان احنا حطينا الفلفل والثوم والكمون، ملهاش اي ريحه خالص. جربوا بجد الطريقه بتاعتي ومش هتندموا بصدقوني. يلا بقى بينا نشوف الكفر، بس تعالى اوريكم. انا حطيت المصفى وحطيت فيها القرنبيط عشان تصفي الميه السخنه لو كان في ميه. عندي كوبايتين من الدقيق، اي نوع دقيق متعدد الاستخدامات، وعندي هنا معلقه كبيره من الثوم المفروم، وعندي كزبره ناشفه وملح وشطه وكمون، وعندي سنه صغيره من بودره الزعفران، وهو السر دوت اللي هيخلي لك لون القرنبيط ذهبي وجميل. بس لو مش متوفر عندك بودره الزعفران ممكن تحطي كركم. وعشان ما يشربش معاكي زيت هنحط معلقتين كبار من النشا. يبقى السر ان هو ما بيشربش زيت ليه؟ لان هنحط معلقتين كبار مليانين من النشا. وعندي كوبايه ونص من الميه، حطيت كوبايه ونبتدي نقلب ونحط نص كوبايه التاني. شايفين بودره الزعفران؟ اول ما بنبتدي نقلب ونحط الميه، بودره الزعفران بتخلي الكفر معانا لونه اصفر وجميل ازاي. جربوها بجد بجد على طريقتي، صدقوني هيطلع معاكم القرنبيط لونه حلو جدا وكمان مقرمش ومش شارب معاكي زيت خالص، وجربيه ومش هتندمي. بتخففي الكفر زي ما انت شايفاه كده لغايه ما يوصل القوام زي عجينه الكريب كده. وهو هيتقل كمان لما تحطي فيه الخضره بتاعتنا اللي هي عباره عن حزمه شبت وحزمه كزبره. انا مش بحط بقدونس، اللي عاوز يحط بقدونس يحط، بس انا بستكفى بالكزبره والشبت. وبتقلبيه كده، مجرد ما بتحطي فيه الخضره بتاعتك بيتقل القوام بتاع الكفر بتاعك. نبتدي بقى نجيب المعلقه ونقلب كويس الكفر بتاعنا دوت. بعد كده بروح جايبه القرنبيط اللي انا سلقته واغلفه كويس بالكفر ده. لازم تغلفي القرنبيط كويس بالكفر ده. عاوزه اقول لكم صحيح ان انا حاطه في المقادير بتاعه التوابل معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه كبيره ممسوحه من الملح، وعندي الشطه حسب ما انتوا بتحبوا، الشطه حسب الرغبه اللي انتوا بتحبوها. شايفين انا غلفتها كويس اهو. تعالوا بينا بقى نقلي القرنبيط بتاعنا ونشوف لونه الجميل بقى هيطلع شكله ايه.
هنا بقى عندي الزيت اهو سخن. اول ما الزيت يسخن معاكي بتنزلي بالقرنبيط اللي انت غلفتيه بالكفر. لازم يسخن بس ما يكونش سخن جدا عشان ما ياخدش لون القرنبيط وما يكونش لسه استوى من جوه. يا دوبك يسخن معاكي الزيت تنزلي بالقرنبيط وتسيبيه لغايه ما ياخد لون من كل الجوانب وبعد كده تقلبيه. القرنبيط دوت هيطلع معاكي طعمه حلو والملح بتاعه مظبوط. وزي ما قلت لكم اللي بيحب يحط الشطه يحطها واللي ما بيحبش ممكن يستغنى عنها. بس برضو الشطه بتخلي الحاجه طعمها جميل. بس برضو براحتكم لان ناس كتير ما بتحبش الشطه. مش ملاحظين كمان ان انا ما حطيتش بيض لان ناس كتير ما بتحبش القرنبيط بالبيض. فاحلى حاجه ان احنا كمان استغنينا عن البيض وعملناه بالميه ومن غير بيض. نبتدي بقى القرنبيط ابتدى يتحمر معانا. نبتدي نقلبه على الوش التاني. شايفين يا جماعة اللون بتاعه حلو جدا ازاي؟ لونه ذهبي وفي منتهى الجمال. وزي ما قلت لكم هيطلع معاكي مقرمش بسبب بسبب ان احنا حطينا معلقتين كبار من النشا. يبقى انا قلت لك على كل اسرار القرنبيط ان هيطلع معاكي مقرمش ويطلع معاكي لونه ذهبي. وكمان ميه السلق هتطلع معاكي ما فيهاش اي ريحه خالص لان ناس كتير ما بتحبش ريحه ميه سلق القرنبيط. شايفين الصراحه قرنبيط مقرمش وفي منتهى الجمال. جربوه بجد بجد وعلى ضمانتي ومش هتندموا. نبتدي بقى القرنبيط يحمر معانا اهو. نبتدي نكون مجهزين طبق عندنا. هو مش محتاج تحطي له ورق مطبخ لان هو مش هيشرب، مش شارب معاكي الزيت خالص. شايفين ناشف خالص يعني طالع الصراحة تحفة تحفة تحفة. مش شارب زيت ولون مقرمش قصدي ولون ذهبي ومقرمش وفي منتهى الجميل. ومش لازم تحطي زيت غزير زي ما احنا بنسمع. هو عادي بتحطي الزيت بس لازم يكون يعني زيت تكون للتحمير بتاع القرنبيط. يكون زيت تحمير يعني. انا خلصت كمية القرنبيط طالع لونه تحفة معايا اهو في منتهى الجمال ومقرمش. وكمان يعني مش عاوزة اقول لكم على الجمال واخد لون ذهبي ومقرمش ومش شارب زيت. جربوه على ضمانتي. ولو عجبك الفيديو بتاعي يا ريت لو مش مشتركة تشتركي معايا في القناة لو عجبك الفيديو بتاعي. ويا ريت تعملي لي شير كتير كتير وتعملي لي لايك وبألف هنا. جربوا القرنبيط على طريقتي وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. بلاش تحكموا على الحاجة من غير ما تجربوها. شايفين القرنبيطة ناشفة ناشفة. وكمان الجزء كمان اللي تحت ده مقرمش كمان. شايفين مقرمش خالص اهو. جربوه بجد على ضمانتي هيطلع معاكم حلو وبألف هنا.